بما اننا كده في موسم السمك الحلو كده والصيد بقى والحاجات الحلوة دي بشهر 12 بجد بيبقى حلو قوي 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 في السمك بقى كده والبطارخ وانواع السمك والحاجات الحلوة دي. فانا ايه جبت بقى هنا ايه سردين، وقلت بقى هخليله معاكم و10 ايام بالظبط، وافتحي عليه بقى وكلي احلى سردين في حياتك، بجد تحفة. هنعمله بقى مع بعض 10 ايام بالظبط، وفتحنا عليه وكان بالطعامة والجمال دي. ايه رأيك؟ انا كنت بقى منضفاه كده ومنضفة مصارينه، ولما بقى فتحت عليه هنا بشيل السلسلة بتاعته كده، ويا سلام يا سلام على الحلاوة. ايه رأيكم بقى في الشكل الجبار ده اللي يستاهل بقكم؟ انا عارفة ان انتوا دلوقتي بتدعوا عليا، بتدعوش عليا يا جماعة. يلا مستنيين ايه؟ روحي بقى انت وهي بسرعة بسرعة، هاتوا بقى كيلو كده سردين بقى اعملوه، او الكمية اللي تحبوها. بصي، دايبة دايبة كده دايبة. يلا بقى مع بعض كده نعمل احلى سردين واسرع طريقة هتاكليه. انا جبت هنا عندي السردين بتاعي، فتحت كده بطنه وشلت الراس ونضفته وحطيته كده ايه على مناديل كده، حطيته على بطنه كده عشان يتصفى من اي مية فيه. تمام، زي ما انت شايفه اهو، جبت برضو المناديل وضغطت عليه كده من فوق عشان مش عايزه فيه اي ميه، يبقى سهل بقى في الاكل. طبعا الكيلو ده خد مني ايه حوالي 3 معالق كبار من الملح، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الشطة، وحطيت معلقة كده يعني مش مليانة قوي، نص معلقة كبيرة كده من الكركم. تمام، هقلب كده بقى التتبيلة بتاعتي دي اللي هحشي بيها ايه السمك. عايزة اقولك ان ال3 معالق كبار دول يعني كان لسه باقي كام سمكية تاني، فانت حطي 4 معالق كبار، انا هرجع ازود معلقة كمان. عندي كيس نضيف كده، رشيت فيه رشة بقى من الخلطة اللي احنا عملناها، الشطة والملح والكركم، وايه في الكيس كده. وهنا بقى ايه جبت السمكية بتاعتي، حطيت في بطنها كده بقى من الخلطة دي، وايه وضغطت بقى عليها كده من ناحيتين برضو من الخلطة دي، وبرصها كده في الكيس ايه صف كده عكس عكاس، يعني صف بالطول صف بالعرض، فاهميني؟ اهو. يلا بقى مستنية ايه؟ طبعا انا جريت ريقكم صح، قولوا صح. يلا بقى بسرعة، روحي هاتي وخليلي بقى كده. عايزة اقولك ان انا كمان عملت بسارية، بسارية برضو بتبقى سهلة خالص خالص، مش محتاجة يعني. انا برضو بجيبها وبغسلها وبصفيها حلو قوي، وبرضو بعمل لها الخلطة دي. مش حابة تحطي كركم مفيش مشكلة، ما تحطيش. و... وبحطها كده بقلبها بالتتبيله كلها، وبحطها في برطمان واحط لها كده نص كوبايه زيت، واسيبها بره التلاجة 3 ايام، وبعد كده اكمل بقى كده 10 ايام تخليلها جوه التلاجة، واطلعها بقى كده واكل منها، وتحفظيها في التلاجة ما بيجرالهاش اي حاجة. بما اننا بقى بنعمل السردين فخلينا في السردين. ايه رأيكم بقى؟ ولا بقى ايه ننضف ولا نعمل لما يستوي؟ لا خالص، احنا منضفينه. وعايزه اقولك ان انا برضو بايديا كده مشيت عليه من بره كده عشان اشيل القشره الخارجيه اللي بتبقى مضايقانا كده، فتحت الميه كده مشيت عليه كده بايدي، مش بالسكينه خالص عشان ما بهدلهوش، بايدي كده القشره الخارجيه دي بتشيل اهو. هنا بقى هحط في النص كده ورق لورا، ورق اللورا ده بيضيع اي زفاره في السمك، وبيخليه حلو جدا جدا. ففي النص كده حطيت كام ورقة ايه من الورق اللورا. بصي، 10 ايام بقى افتحي عليه، وهقولك كمان هنحفظه مع بعض ازاي، وتاكلي منه على طول كده. كل ما ريقك يجري كده تطلعي كده كام واحدة، وتعصري بقى الليمون بتاعك الحلو والبصل بقى والعيش المصري كده وعيشي. بصي هنا كان باقي معايا كام سمكية، وكان الملح ايه خلاص يعني، بصي مش هيكمل، فرجعت حطيت معلقة كده من الملح، وحاجة بسيطة من الشطة، وحاجة بسيطة من الكركم. مش عارفة ليه مش مش جاي معايا اهو. بصي، وظبطت الدنيا كده كده بقى تمام اهو. بس حاجة بسيطة. تمام، يعني بقى الكيلو بياخد 4 معالق كبار من الملح.
تمام. تمام، خلصت بقى كمية السمك بتاعتي كلها اهو. وهنا بقى ايه، حبة الملح اللي اتبقوا دول هرشهم كده على الوش. عايزة اقول لكم غلطة انا غلطتها وبجد ندمت ان انا يعني ما في ناس كتير ما بتحط الزيت على فكرة في تخليل السمك، بس انا صراحة بحب احط زيت. وللاسف للاسف انا نسيت، انا بحب احط زيت لاني بلاقيه كله كده استوى في قلبه كله، والسمك طري كده معايا اكتر وبقى جوسي كده وحلو. فانا نسيت احط زيت، حابه تحط زيت فزودي نص كوبايه. دي غلطتي ان انا محطتش زيت يعني، فمش مشكله برضو، هو اداني نتيجه حلوه على فكره جدا، برضو كان طري بس ما كانش طري يعني اللي هو الطري قوي قوي لما تحطي له زيت. انا هنا حطيته في كذا كيس كده، حوالي 3 4 اكياس كده، وقفلتهم حلو قوي اهو زي ما انت شايفه اهو. وبخرج كده اي هوا. عندي علبة بقى بلاستيك هحط فيها الاكياس دي او السمك بتاعي ده اهو، علبة نظيفة. وكل يوم هقلبه على جنب. تمام اهو، تاني يوم هعمل كده، تالت يوم هعمل كده، يعني كل يوم في جنب لمدة 10 ايام. بعد ال10 ايام افتحي عليه، انا دخلته جوه يعني في المطبخ كده وحطيته على جنب. بعد ال10 ايام بقى لما يعدوا ما تنسونيش طبعا باللايك. فتحت عليه اهو، وها هنا بدأت الجريمة او الجمال يبان بجد. والله بجد كان حلو جدا، مفهوش اي ريحة زفارة ولا اي ريحة مش حلوة ولا اي حاجة، عشان حطينا ورق لورا. بجد جربيه هيعجبك قوي اهو. هنا بقى فتحت اهو عليه، بصي بصي الجمال، كان حلو جدا. عندي هنا بقى ايه، هقول لكم بقى انا هحفظه ازاي يبقى كده جاهز معايا على الاكل على طول، ولا بقى يبقى فيه شوك ويضايقنا ولا اي حاجة من الحاجات دي. بصي بفتحه كده، هو طري جدا على فكرة كده ودايب والله. بصي بصي لونه، بفتحه كده وبشيل السلسلة كده بايديا بكل سهولة، بتتشال معايا بكل سهولة. بنضف بقى اي شوك منه او اي حاجة. عايزة اوريكي بقى حتة كده هي دايبة قد ايه. بصي بجد بصي دايبة. ما قدرتش طبعا، كلتها على طول. بجد كان حلو قوي. طبعا نضفتها اهو من الشوك. فانا هعمل ايه دلوقتي، هجيب برطمان اهو. جبت برطمان نظيف، حطيت فيه كده حبة زيت من تحت. هحط بقى هرص فيه السمك اللي انا شلت منه سلسلة الظهر بتاعته. طبعا انا كنت منضفة مصارينه يعني قبل ما اخلله. تمام، يسهل بقى علينا في الاكل وكده، ووقت ما نعوز بنطلع على طول كده يبقى جاهز معانا اهو. بصي السلسلة بتتشال معايا بكل سهولة. بصي اهو، بصي سهل ازاي، ولونه تحفة، لونه تحفة. بصي لونه، ايه رأيك بجد؟ بصي دايبة ازاي، بصي بكل سهولة بتتشال. طبعا بفتحه كده بقى وبحطه جوه البرطمان بتاعي واحفظه. وبرضو بكمله زيت على فكرة بعد ما بخلص، يعني انا حطيت في الاول حبة زيت، وبعد كده حطيت بقى السمك بتاعي كله اهو، وهرجع اكمله زيت تاني. اوريكي قد ايه بجد، والله ما في سمكة مش حلوة بجد، كله كان تحفة. نضفيه حلو بقى كده، بصي في نفس الكياس اهو، ما بهدلناش الدنيا. بشيل منه اي شوك زيادة واي حاجة كده اهو، واحطه جوه البرطمان. علبة بقى برطمان براحتك. ايه رأيك في الجمال ده؟ يستاهل بقكم بجد، جربوه بجد هيعجبكم قوي. 10 ايام بالظبط وطلعي وكلي منه. عصرة الليمونة بقى مع البصل بقى وعيشي، بجد تحفة. هنا نضفته كله وحطيته اهو جوه البرطمان بتاعي، وهنا هكمله زيت اهو زي ما قلتلك اهو. وهدخله التلاجة، وقت ما عاوز هطلع وهاكل.
يا رب الفيديو بتاعي يكون سهل وبسيط ويكون عجبكم، واشجعكم ان انتوا تنزلوا بسرعة بسرعة وتروحوا تجيبوا كده وتعملوا. بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي ده. يا رب يكون الفيديو بسيط ويكون سهل عليكم ويكون عجبكم. متنسونيش باللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انا بنزله. اهو هنا كملته زيت، هقفله بقى حلو، هدخله التلاجة، وقت ما عاوزة هطلع وهيكل. اشوفكم بقى في فيديو جديد واقول لكم مع الف سلامة يا حبايب قلبي. ما تنسونيش بقى باللايك. سلام.